السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء السمان، وحشتوني كتير كتير. مشغولة عنكم بس الفترة دي. بس تعالوا بقى هنا، انا كنت مصورة فيديو كده قلت اما انزله لكم. طبعا لازم تدوقوا الجمال ده وتعملوه وتجربوه. النهارده هنعمل بيتزا الجلاش، يعني حاجة كده بصراحة جميلة. أنا عندي الولاد وزوجي بيحبوها جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. شايفين بقى يعني مطة الجبنة والحلاوة بتاعتها. اهم حاجة تجيبي نوع جبنة نظيفة قوي، موتزاريلا. شايفين بقى الجلاش هنا، يعني مش قادرة اقول لكم. طبعا هو سخن، عارفين يعني شكله كده خطير خطير، هو بيحكي عن نفسه. طبعا انا عملت صينية سادة، نصها سادة ونصها حشو بالفلفل الالوان والزيتون. هوريكم مع بعض احنا عملناه ازاي. يلا نروح نشوف الطريقة عشان مش طول عليكم الفيديو. يلا بينا. اول حاجة معايا هنا الصاج بتاعي دهناه زبدة، ومعايا بقى ايه المكونات بتاعتي: لبن وملح وفلفل وزعتر، وكمان شوية كركم وبيضتين، وعندي بقى اي حشو انت حباه، والجبنه الموتزاريلا. لو لفه الجلاش بتاعتنا هقطعها زي ما انت شايفه بالطريقه دي. هقطعها شرايح شرايح بنفس الربطه اللي هي بتاعتها دي. بنشيل بس دوبك الورقه اللي بتبقى على الوش، وابدا بنفس لفتها اقطعها بسكينه حاميه او مقص حامي، وتبداي تقطعيها كده لشرايح رفيعه خالص. طبعا الصاج بتاعي زي ما قلت لكم مدهون زبده وجاهز جنبيا. بعد ما خلصت الجلاش بتاعي بقى ابدا ان انا افرطه كده من بعضه، ما يبقاش لازق في بعضه. واجيب بقى الصاج بتاعي وابدا احط الجلاش بتاعي ارصه كده في في الصاج. هاجي بقى اجيب الخطوه اللي بعد كده. معايا هنا كوبايتين من اللبن او كوبايه ونص على حسب ما انت حابه. نحط عليهم البيضتين، واحط عليهم ربع كوبايه من الزيت وشويه ملح، ونحط كمان شويه فلفل وشويه زعتر، ونحط بقى ايه معلقه صغيره مليانه هرميه كده من الكركم، عفوا من الكاري. ولو ما عندكيش كاري حطي كركم. وابدا اقلب الخليط ده كده كويس جدا، وابدا اسقي الجلاش بتاعي. شايفين ان انت تحسي الجلاش بتاعك شارب كميه اللبن. لو حسيتيه قليل لا زودي تاني. هما كوبايتين من اللبن حلوين قوي على اللفه. شايفين بالمضرب كده ببدا اضغط الجلاش شويه عشان اشرب، وابدا احط جبنه موتزاريلا اول حاجه على الوش اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا انا عملتها، كان عندي بانيه قطعته ورحت عاملاه بالبانيه اللي عندي. يعني اي حشوة عندك في التلاجة متبقي حاجات شايلاها، اي حاجة ممكن تعمليها بالجبنة بس والزيتون والفلفل. انا هنا هعمل بقى طبعا نص الصاج عشان في اللي بياكل سادة وفي اللي بياكل بالزيتون والفلفل وكده. تمام زي ما انتوا شايفين انا عملتها بالطريقه دي، وحطيت من تحت شويه جبنه موتزاريلا الاول، وبعد كده هبدا ادخلها الفرن معايا. بعد ما احس ان هي بدات تستوي والتحت بدا يستوي خلاص اصفر، الجناب بتاعتي اصفرت، ابدا اخرجها من الفرن وارش بقى بقيه الجبنه الموتزاريلا على الوش، وادخلها الفرن تاني. الجبنه تسيح واقوم مطلعاها بقى، وبالهنا والشفا عليكم. حاجه كده خطيره خطيره من الاخر يعني. بصي سريعة جدا، يعني بصي مش هتاخدي ربع ساعة في المطبخ وهتبقي عاملاها أكلة سريعة جدا. جالك حد وعايزة تعملي حاجة عشاء سريع تعمليها. طبعا مش لازم لبنيه ولا لازم أي لحوم، ممكن تعمليها بسوسيس، تعمليها بسجق، أي حاجة عندك. أي حاجة في البيت حطيها عندك، أي شوية لانشون باقيين في التلاجة حطيهم، أي حشو. بصراحة أنا بعملها بكل حاجة تحفة، حاجة كده خطيرة بصراحة من الآخر يعني. جميلة جميلة. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. وما اعذروني ان انا بطول عليكم الفترات دي، بس صدقوني انا بيبقى عندي الحاجه بس مش قادره، ان مفيش وقت عندي ان انا انزلها يعني واشيرها. فبنبتدي كده، ودعواتكم ليا معايا. بصوا بقى حاجه كده يعني بصراحه خطيره خطيره، مش لاقيه كلام اوصفه بصراحه. وطعمها حكايه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم ايه في التعليقات. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. مع السلامه.